بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير جميعا يا رب. النهارده جايه اتكلم معاكم شويه. احنا طبعا ايه مش بطلنا نعمل اكل ولا حاجه في المطبخ، بس صراحه يعني موضوع الاكل وكده. احنا كتير عارفين طبعا ازاي نعمل. انا هعمل لكم فيديو ازاي نوفر شويه. احنا طبعا موفرين، بس ايه اللي ممكن تحتاجيه في المطبخ. يعني مثلا هعمل لكم فيديو ايه اكتر حاجه محتاجاها، ايه اللي لازم يبقى عندك في رمضان في المطبخ ضروري، وازاي نمشي حياتنا شويه عشان الغلا والحاجات اللي احنا الوقت اللي احنا فيه ده الحاجه غاليه واللحمه والحاجات دي غاليه. فهقول لك برضو كل واحد وامكانياته، بس ممكن ايه اللي تقدري تخزنيه في المطبخ وتخليه. هو مش هنقول خزين، هنقول احتياجاتنا. فالنهارده مش جايه اكلمكم على كده. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم على حكايه المطبخ وكده. النهارده جايه اكلمكم على حاجتين. اول حاجه فرح شاكوش. فرح شاكوش ليا كده تعليق عليه، بس حاجه بسيطه كده برضو. يعني العروسه واللي عملته، يعني انتي الف مبروك الاول ليها والشاكوش طبعا. الف مبروك، وربنا يا رب يفرحهم ويعوض عليهم زي ما هي قالت، يخلفوا بقى بعد كده. فعندي بس ملحوظه صغيره. ليه ليه السجود في القاعه؟ طب ما انت كنت عند الكوافير، كنت في الاوضه اللي بتعملي فيها مكياجك، ليه ما سجدتيش؟ يعني ليه تفرجي يعني الناس عليكي؟ انا ساجده، ساجده لله شكر يا حبيبتي. لما تروحي وتتوضي انت وهو وتصلي وتحمدي ربنا ان ربنا انعم عليكي بحاجه كويسه، انت قادره ان هو لا بني ادم كويس، مع اني شايفه شكله زعلان ومتضايق طبعا. جايز من اللي انت عملتيه الله اعلم، جايز يعني زي ما يكون واحد يعني غصبه على الجوازه بالبلدي كده يعني. بس شايفاكي انت فرحانه، شايفاكي مبسوطه، ربنا يفرحك ويسعدك يا بنتي انت واللي زيك يا رب. بس مش السجود باللبس اللي انت لابساه ده في قاعه. يعني السجود لله اي نعم في اي حد، بس ربنا ما قالش البسي الديكولتيه الواسع ده والديكولتيه اللي مبين كل حاجه والفستان المنفوش ده وهوط انا في القاعه واسجد يعني. ربنا قال اسجدوا ارض الله واسعه، بس ما قالكيش يعني وانت لابسه اللبس ده واسجدي. فانت احمدي ربنا، حتى لو انت قاعده تقولي الحمد لله الحمد لله طول الفرح، احسن من اللي انت عملتيه. لو انت بعد ما اتجوزتي ودخلتي ربنا قال يعني مش لازم نفرج الدنيا علينا ونقول احنا بنسجد لا شكرا يعني على شاكوش. يعني لو خدتي النجار كنت عملتي ايه يعني؟ ده شاكوش. ولا لو كنت اتجوزتي النجار نفسه، ولا اتجوزتي بقيه العده بتاعت النجار كنت عملتي ايه؟ ربنا يسعدك ويهنيكي ويفرحك. الحاجة التانية بقى اللي غماني قوي، يعني دي قولي فضحكتنا شوية يعني، والحمد لله والشكر لله طبعا في أي وقت وفي كل حين وفي كل وقت. بس يعني بلاش يعني إن احنا نفرج الدنيا. الحاجة التانية بقى حاجة مزعلاني قوي يعني. الأستاذ تامر أمين، طبعا كلنا سمعناه، اللي بيقول لكم لحم الحمار والحصان حلال. كله انت يا حبيبي، انت كله، احنا مش هناكله. احنا هنعيش نباتيين، مش هناكل احنا لحم حمير ولا لحم حصينة. انت ما تعرفش ان لحم الحصان حلال في وقت لما تكون مضطر، وفي كمان في فخد في الحصان مسمم، في سم. تحللهن انت ليه؟ انت تحللهن ليه؟ ربنا حلله في اوقات معينه، مثلا ناس في صحراء، ناس في غربه، ناس في مضطرين. بس في الحصان ده فخد او ورك يعني مسمم. ليه تحكم علينا بيه؟ ليه تحكموا علينا ناكل لحم حصان ولحم؟ مش هناكل لحمه ومش هناكل فراخ. هناكل يا سيدي، هناكل عدس وفول وطعم ويعني غالي غالي، بس اهو هيبقى ارخص واحسن واصح من الحصان بتاعك والحمار. حمار بتركبه وتدب فيه طول النهار، تروح تذبحه وتاكله. طب الصينيين يعني شايف اللي جرى لهم يعني من لحم الحمير ولحم الخنازير ولحم الفئران ده. احنا بنشوف سوق الصين ده حاجه استغفر الله العظيم يا رب. ليه تحللهن؟ احنا مسلمين. يعني ربنا ذكر في القرآن قال لك كل لحم الحمير ولحم الحصينة؟ طب قال لك بقرة، قال لك الإبل، لكن ما قالكش لحم حمار ولحم حصان. كله انت يا حبيبي، انت شايفه حلو كله. تحكم علينا احنا ليه؟ تحكم على شعب بحاله ليه؟ تقول له لحم الحمير ولحم. طب بذمتك يا شيخ انت تقدر تدوقه؟ تقدر انت تاكله؟ الحمار اللي بينهق ده مش كفايه بتاكلوهن لما بنخرج بره في محل ولا حاجه ونجيب سندوتش شاورما ولا كباب ولا كفته، وبعد ما ناكل وبعد ما نتعزم وبعد ما ناكل في الاماكن اللي بناكل فيها اللي قالوا عليها،
اقول لك دي مصارين حمار وبومبار حمار ودهون حمار. مش كفايه القرف اللي انتوا قرفتونا فيه؟ والله الواحد بقى يقرف، والله الواحد بقى يجي دلوقتي يمسك حته اللحمه بيقرف منها. حقيقي بقينا قرف. انا عندي كده بدمس حبه فول واحط عليهم حته سمنه واحلى من اي حاجه في الدنيا. اه بنشتاق لحاجه، بس بنيجي بقى ناكل حته اللحمه بنقرف منها، بنفتكر القرف اللي انتوا بتقولوه ده. ليه؟ ليه يا استاذ تامر يعني؟ انت حاجه يا حبيبي شايفها حلال كلها انت، مبسوط بيها كلها، لكن ما تحكمش على شعب، على بلد ولا على بلاد. طبعا ده طبعا في البلاد كلها، في بلاد تقبل وفي بلاد ما بتقبلش. احنا مش هنقبله، ربنا ما قالش كده. يعني ربنا ما قالكش قول لحم الحمير ولحم الحصان حلال، والفيران بقى كمان اللي بياكلوها اليابانيين حلال دي كمان وحلوه يعني ناكلها، والقطط والحاجات دي اللي قعدوا يقولوا ده بيحطوها في اطباق ويبيعوها في الهايبر وفي الماركت دي حلوه برضو. ربنا يطعمك منها ويكفينا شرها، احنا مش عايزينها. فانا زي ما انت يعني قلت رساله، احنا بنقول لك رساله، كلها انت يا استاذ تامر امين، يا استاذ تامر امين، وكلها بتحبها كلها. احنا مش هناكلها، احنا هنقضيها نباتيين وفول وطعميه وبصاره وعدس ورز بعدس وكشري والحاجات اللي ربنا حللها لنا. لكن كل انت لحم الحمير ولحم الحصينه. كان معاكم مطبخ مهنا، ياما لسه هنشوف وياما لسه هنسمع. مع السلامه.